يا مساء الفل عليكم، انا ساره ودي حلقه جديده من بودكاست محدش قال لنا كده. وحشتوني قوي وحشني صوتي كمان. حقيقي الله يكون في عون اي حد عنده دور البرد اللي ماشي اليومين دول ولازق فيه ومش سايبه في حاله. انا بقالي شهر بالظبط تعبانه. حقيقي الموضوع مرعب ولازم نرجع تاني مفهوم الكمامه لحياتنا عشان الوضع خرج عن السيطره. الموضوع مش بيبقى مجرد برد عادي وخلاص، لا، انت بيجي عليك اوقات انت ما بتبقاش عارف تتنفس، وجع في الجسم وتكسير في العظم من اول راسك لحد رجليك. راسك بتبقى وجعاك لدرجة ان عظم دماغك وجعك، عظم فكك وجعك. الموضوع لا بجد مرعب، وباقي اعراض البرد اللي انتوا اصلا عارفينها. وتقريبا المرض ده بقى موجود في كل بيت دلوقتي. عشان كده الحلقة دي هتبقى عن أشهر خرافات محاربة الزكام عشان نحمي نفسنا وجسمنا وقت الشتاء. حلقتنا النهاردة اسمها الزكام وصل. أهلا وسهلا بقى. في صحيفة اسمها تليجراف طلعت دراسة حلوة قوي حسب بروفيسور اسمه دانيال ديفز. الأستاذ ده هو أستاذ المناعة في كلية إمبريال في لندن. الدراسة دي بقى اتقال فيها شوية خرافات بنعملها واحنا بنتعامل مع البرد. حقيقي انتوا هتصدموا منها. اول خرافة معانا هي فيتامين سي اللي احنا بنقعد نبلبع فيه كده هوت علشان نحمي نفسنا من البرد. ديفيز بقى جاي يقول لنا ايه؟ جاي يقول لنا ان فيتامين سي ده اصلا لا يؤثر على احتمالية الاصابة بالزكام، رغم ان فكرته مزروعة في دماغنا. بس اكد الموضوع ده بان البيانات اظهرت ان 8% بس من اللي بياخدوا فيتامين سي بانتظام هم اللي بيتعافوا اسرع. وطبعا ده تحسن قليل جدا بالنسبة للفكرة اللي احنا واخدينها عن فيتامين سي في حياتنا. تاني خرافة هي الزبادي وعلاقته بالشتاء. طبعا كل الترويج الايام دي بيركز على ان الزبادي فيه بروبيوتيك اللي بيعزز صحة الجهاز المناعي واللي بيقلل من الإصابة بالأمراض. بس لو دورنا شوية هنعرف ان هو كويس للهضم بس، ومفيش اي دراسة اكدت لحد دلوقتي حوار المناعة ده. تالت حاجة بقى هي التوتر وقد ايه بيأثر على المناعة، وكمان بيضعف جهاز المناعة، وطبعا ده بيزود الإصابة بالعدوى عشان احنا لما بنتوتر جسمنا بيفرز هرمون الكورتيزول والأدرينالين عشان يستعد للخطر اللي جايله. وطبعا في الحالة دي قوة جهاز المناعة بتتراجع، فبالتالي بيزيد خطر الإصابة بالعدوى. رابع خرافة معانا وهي شرب الشاي والعسل. طبعا كل الناس بتقول ان شرب الشاي بيخفف التهاب الحلق، او معلقة عسل واحدة بس ممكن تدعم جهاز المناعة. بس ديفيز برضو جه وقال ان مفيش اجماع علمي على الموضوع ده وعلى تأثيره على نزلات البرد. بصراحة انا صدقت الاستاذ ديفيز واشتريت منه. ليه؟ عشان انا بقالي شهر بشربهم وما شفتش جديد، الحمد لله. خامس حاجة بقى هي النوم والرياضة. وطبعا احنا عارفين قد ايه الكسل بيمسكنا في الشتاء ومش بنتحرك من مكاننا بسبب البرد. بس عايزة اقولك لو نومك طبيعي بس من غير اي اضطرابات ده لوحده بيقوي جهاز المناعة جدا. وكمان في دراسة كبيرة اتعملت في الصين بتقول ان ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة على الاقل 3 مرات في الاسبوع بيخفض خطر الاصابة بالزكام السنوي بنسبة 26%. بس التمارين القوية والرياضات التنفسية اللي بتهلك جسمك دي بتزيد التوتر وبتضعف جهاز المناعة. طب قصدهم ايه بالرياضات المعتدلة؟ قصدهم المشي الخفيف، او ان انت مثلا تركب عجلة تمشي بيها شوية. سادس واخر حاجة بقى معانا النهاردة هي حاجة مش هتتوقعوها ابدا، هي فيتامين دي وفيتامين ايه. تفتكر دول ايه علاقتهم بالشتاء والزكام؟ كل اللي نعرفه ان احنا بناخد فيتامين دي عشان عظمنا. بس الجديد بقى ان الدراسة انتشرت سنة 2020 اكدت وجود علاقة بين فيتامين دي وتقوية جهاز المناعة، ولما بيقل في جسمنا بيخلينا نصاب بالعدوى اسهل، وكمان بيعمل اضطرابات مناعية ذاتية. ونفس الكلام بينطبق على فيتامين ايه، ونفس العلاقة القوية بينه وبين جهاز تحفيز عمل الجهاز المناعي. وطبعا لازم ناخدهم يوميا بطرق صحية، يعني ممكن ناكلهم في جبن، في بيض، في سمك، نشرب حليب عشان بس نضمن ان هم دخلوا جسمنا كل يوم. وكده احنا خلصنا. فلو وصلتوا لحد هنا تبقى انتوا تمام معايا ومش مهيسين من البرد. ومن هنا للحلقة الجاية يا رب نخف كلنا.